هو انا بصراحه عندي سؤال منطقي جدا، سؤال مباشر بساله لكل الناس اللي بتعمل كده، وانا عارفه ان هي بنسبه كبيره ممكن مش هم الناس اللي يجاوبوني، هم اللي هيجاوبوني ناس تانية. هي ليه في ناس بتبذل مجهود جبار في انها تخش تكتب كومنتات كتير جدا لمحتوى هي بتقول ان هو ابعد ما يكون عن اللي هي بتحبه وعايزاه، وان الحياه هتقل خيرها، وانه ايه يا رب ده؟ هو ليه كل اللي حوالينا محتوى تافه وكله هزار ومفيش حاجات كده تقدر تنمي قدراتنا وتخلينا ناس افضل؟ انا هنا بصراحه بقى بقف مستغربه جدا. حضرتك دلوقتي اللي بتعمله كالتالي، انك سايب المحتوى المحترم الجميل اللي انت عايزه وداخل خناقه في محتوى تاني انت بتقول انك مش عايزه. النتيجه بقى ان حضرتك خليت المحتوى الوحش خليته ينتشر اكتر ويبقى معروف اكتر، وان الكومنتات عليه اكتر. ممكن لو هو محتوى شغال وبيهدف لربح كمان انت خليته معاه فلوس اكتر. حتى لو اللي بيعملوا كده عندهم منطق، يعني ان هم بيحاربوا المحتوى الوحش. لا، هي الدنيا اتغيرت خالص. التكنولوجيا بقى والعالم الحديث هو مش بيتعامل مع كلامك الوحش ده انه كلام وحش، هو بيتعد ان هو ارقام بتشوف المحتوى ده، والكومنتات دي بتتعد انها ناس بتتفاعل مع المحتوى ده. هو مش بيقرا رفضك ولا مشاعرك ولا الايكون الوحش اللي انت حاطه، كل ده بيتحول ارقام. وفي المقابل الشخص التاني اللي برضه انت بتقول انه فين يا جماعه الكلام القيم الجميل، انت مش بتساعده خالص انه ينتشر، وشاغل نفسك بخناقه المفروض انها ما تهمكش. ومهم جدا اقول الله اعلى واعلم بالنوايا، ممكن يكون حد بيعمل كده وهو فعلا محروق من حاجه معينه. انا مش بدخل خالص في نوايا حد اطلاقا، بس يمكن الكلام ده يوريك كده وجهه نظر مختلفه، ان انت لو فعلا مش عاجبك حاجه ما تشوفهاش خالص، ما تتفاعلش معاها لا بالكويس ولا بالوحش. انت اللي عليك انك تشجع اللي انت عايزه، لانه بصراحه لو مش بنعمل كده يبقى احنا كده فعلا عيني فيه واقول خي. فما اعرفش بقى الكلام ده دلوقتي ممكن يكون نور لحد لمبه وحس ان هو بيتخانق خناقات بتدعم وتساعد اكتر اللي هو ما بيحبوش وسايب الحاجات اللي بيقول انه بيحبها، ده يبقى شيء كويس جدا. ولو حسيت ان الكلام ده ممكن يفرق مع حد تاني يا ريت جدا تعمله منشن في الكومنتات.